كتبت على كوتش مي الشانل بتاعتي على انستجرام تحبوا الموضوع الجاي يكون عن ايه، ففي بنوته بعتت وقالت لي ازاي يرجع. هقولك على حاجه، لو انت فضلتي عايشه على ذكريات الشخص اللي مشي وان هو ده هيفضل هو نفس الشخص، انت يبقى بتخسري سنين عمرك، لان اللي بيختار يمشي لوحده فهو بيمشي. ولو فكرتي ان هو هيرجع بنفس الشخصية ونفس السلوك وبنفس هو الشخص اللي مشي، يبقى انت عايشة في وهم اسمه الماضي. حاولي تعيشي حياتك، حاولي ان انت تشغلي بالك بحاجات تانية، لان ده واضح انه بقى ارتباط مرضي. ممكن يكون نوع من الانتقام، انت عايزاه يرجع عشان انت اللي تقولي له لا. ممكن تكوني عايزاه يرجع علشان تسأليه اسئلة معينة. حاولي تسألي الاسئلة دي وتكتبيها في ورقة وقلم كده وتكتبي الاسئلة دي. ممكن يكون ان سبب انك عايزاه يرجع مش هو علشان سبب انك بتحبيه، بس الطريقة اللي مشي بيها ما عجبتكيش. مش انت البنت الوحيدة اللي بجد سألتني السؤال ده، وعلشان كده انا بقولك اي اتنين هيعيشوا مع بعض لازم يكون في ما بينهم common values، يعني لازم يكون فيهم ما بينهم وبين بعض قيم مشتركة. بص، هي بتتعمل مقاييس كتير وبيتسألوا الاتنين اسئلة كتير، لكن انك تعيشي على امل ان الشخص اللي مشي هيرجع على نفس الشخصية ونفس السلوك ونفس الحب، يبقى انت بتضحكي على نفسك. عيشي حياتك، الوقت ده كله بيضيع وانت احق بالوقت ده.